احنا نجيب العيل الأول وبعدين نتجوز، ده النظام الجديد. فنانات خلفوا من غير جواز. الخلفة هي نعمة كبيرة من نعم ربنا اللي بيرزق بيها أي اتنين متجوزين، وبتبقى زي المكافأة ليهم لما يشوفوا حتة منهم بتكبر قدامهم وبيفرحوا بيه. بس الكلام ده بين المتجوزين. وبما إننا عايشين في زمن الأوبن مايند، ففي فنانات كتير طلعوا علينا بمصطلحات زي إحنا نعيش مع بعض فترة قبل الجواز، أو نجيب عيل نجرب وبعدين نتجوز. ومن أشهر الفنانات اللي خلفوا من غير جواز الفنانة اللبنانية قمر، اللي طلعت فترة زي الصاروخ واختفت بعدها زي أي فنانة لبنانية جسمها حلو. وبعد ما طلعت بفترة ظهرت مع طفل صغير اللي خلى الناس تسألها مين ده؟ ردت وقالت ده ابني، بس أنا مش متجوزة وبجرب مع جوزي هو ينفع ولا لأ. انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ وبعدها بفترة برضو صغيرة رفعت قضية إثبات نسب ضد المنتج ورجل الأعمال جمال مروان، بتطالبوا فيها بإثبات إنه أبو ابنها جيمي. وبس يا سيدي. تاني واحدة معانا وأشهر واحدة هي الفنانة زينة، اللي قدرت تثبت نسب عيالها التوأم من الفنان أحمد عز، اللي كان رافض خالص الفكرة دي من الأساس وكان مش معترف بعياله أصلا، لكن المحكمة غرمته وخلته يعترف رسمي بعياله. تالت واحدة معانا دي كانت مفاجأة للكل، هي الفنانة هند رستم، اللي اتجوزت في السر من المخرج حسن رضا وجابت بنتها الوحيدة بسنت. وبعد ما هند ما خلفت حسن قال لها البنت دي أنا مش هعترف بيها والجواز كله ما حصلش بينا. لكن على مين؟ دي هند رستم فعلا هددته وقالت له هفضحك. هنا المخرج جاب ورا وعلى طول اعترف بالبنت والجواز. رابع واحدة معانا وهي ضحية الفنانة شريهان، اللي أمها اتجوزت عرفي بعد ما اتطلقت من مدير التصوير أحمد خورشيد عشان ما تدخلش ابنها عمر الجيش عشان عنده مرض نادر ولازم يتعالج. وفعلا اتجوزت عرفي من أحمد عبد الفتاح الشلقاني وخلفت منه شريهان، اللي كانت عايشة لحد 11 سنة فاكرة إن أبوها هو أحمد خورشيد، لكن أمها اعترفت ليها وقالت لها إن أبوك الحقيقي هو الشلقاني. آخر واحدة معانا هي الفنانة التونسية عائشة عطية، اللي دخلت قصة حب كبيرة مع واحد مجهول وكانت بتنزل صورها معاه وحط على وشه قلب، قال يعني خايفة عليه من الحسد. وهوب يا سيدي يحصل الحمل، وعلى طول سي السيد يهرب ويقول لها مع نفسك انتي بقى. فعلا رفعت بوست وضحت فيه انها كانت بتحب حد وخلى بيها بعد ما عشمها بالجواز وسابها مع بنتها بدون أب. مجتمعنا الشرقي رافض لفكرة الخلفة بدون جواز عشان يحافظ على حقوق الست قبل الراجل. فانتي ما تشغليش دماغك وتقلدي الأجانب، هم ليهم حياتهم وثقافتهم واحنا أكيد غيرهم خالص.